بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي متابعي مطبخ الهوانم وحشتوني. النهارده جايه لكم بالاكله اللي بيقولوا عليها اكله المذبح او الاكله المتينه. عباره عن ايه؟ كوارع وممبار وحلويات وكمونيه بالدمعه وحلويات محمره. هنبدا بالكوارع وغسل الكوارع. بنجيبها نغسلها كويس قوي تحت الحنفيه ونكحتها كويس قوي ونقطع عليها شرايح ليمون زي ما احنا شايفين، ونعصر عليها ليمون او خل، شوية ملح حلوين بنقلبهم في المحلول ده ونسيبها من 10 ل 12 دقيقة. وبعد كده بنجيب الدقيق، بعد ما بنقلبها كويس بنجيب الدقيق ونحط عليها الدقيق ونسيبها بتاع 5 دقايق وبنشطفها شطف كويس قوي وبتبقى ميتها رايقة زي ما هتشوفوا. شيروا لايك وتفعيل الجرس يا حبايب قلبي وقولوا لي رأيكم ايه. اعملوا اكل طنط نهلة وجربوه وهتدعوا لي. كل سنة وانتم مليون طيبين. الاكلة دي مناسبة قوي لعيد الاضحى، يعودوا علينا وعليكم بألف خير والأمة الإسلامية ويفك كرب اخواتنا في فلسطين بإذن الله. بعد ما اتغسلت وبقت فلة وشفتوا ميتها رايقة ازاي، هنغسلها مرة تانية بقى بغلوتين. مية سادة من غير أي إضافات، هنحط فيها الكوارع تاخد غلوتين وبعدين نطلعها. وكده غسلناها تمام. ما تخافوش، مش هتنقص من فوائدها أي حاجة، هي فوائدها عالية جدا وهتبقى نظيفة وفلة. طلعناها حطيناها في مية سخنة، شطفناها من بعد الغلوة اللي عدت، وهنحضر الشوربة بتاعتها. عبارة عن بصلاية جزراية كبيرة أو 2 متوسطين، فلفل اسود صحيح وحبهان صحيح، وهنغطي عليها ونسيبها تستوي. انت ممكن من قبلها بيوم تاخديها غلوتين وتسيبيها لتاني يوم، مش هتاخد وقت أبدا لما تشعلي عليها النار. يعني دي الكرشة والفشة والطحال وأم الشلاتيت زي ما انتوا شايفين اللي هي مورقة بيضة وزي القشطة. خدناها غلوة برضو، كبينا المية بعد ما دعكناها برضو بملح ودقيق ومية وليمون، شطفناها وحطيناها تتكمر في حلة الضغط دي عشان تستوي تبقى زي الزبدة، بشوية فلفل اسود وفصين حبهان برضو وشوية الملح لان احنا مش هنحط الملح في الاخر. دي المكونات اللي بنحشي بيها الممبار. عبارة عن شبت بقدونس كزبرة بصل ابيض بصل احمر طماطم أسفة وبهارات فلفل اسود وملح وكمون ونعناع وشوية بهارات وشطة حمراء. بنتي نسيت تصورني وانا بقلب الممبار. قلب الممبار سهل جدا، وعلى فكرة ما تكحتيش الممبار بعد ما تقلبيه بالسكينة علشان مش كل فوائده تروح، يا دوب المادة الجيلاتينية دي بس تنزل. بندعكه بايدينا وبنسيبه يتشطف كويس. بصينا على الكوارع لقيناها دخلت في السوا. هي الكوارع مش القوارع زي ما انا قلت كده، انا بعطل انتوا عارفين. وحطينا الملح في الاخر والفلفل الاسود الناعم وبقت زي الزبده هي. والحاجات اللي اتسلقت دي دلوقتي اللي هي الحلويات اللي انا قلت لكم عليها. هنرجع بعد كده نقطعها كويس عشان جزء منها هيتعمل محمر وجزء كمونيه بالصلصه. بعد ما قطعنا البصل مش صغير والخضرة برضو مش صغيرة، وادي طماطم مفرومة وفي شوية طماطم معصورة وكمان متقطعة كارو كده. انا حطيت في البداية شوية البهارات والملح دول لان الطماطم فيها مية والبصل طبعا بيمتصوا البهارات والملح بسهولة. هقلبهم كده. وعلى فكرة تقطيع الخضار كبير شوية في الممبار بيحتفظ بقيمته الغذائية والطعم بيبقى تحفة والألوان كمان حلوة. حطينا فلفل حامي على بارد، حكاية انه يبقى حراق او عادي دي حسب طبعا أذواقكم. حطيت كوباية الزيت. كل كيلو ممبار عليه كيلو رز مصري مرسول متصفي. ادي الرز هينضاف. بعد كده هنحط على الرز شوية بعد ما نقلبه شوية عصير طماطم حلوين كده يلونوه يبقى اللون بامبي وجميل زي ما انتوا شايفين.
في الأول كان في مفرومة، دلوقتي معصورة اهي. الكيلو بياخد كيلو طماطم تقريبا، بين معصورة ومفرومة وقطع حلوة حمرة كده، بتخلي لونه جميل، ما بتستويش كلها على الآخر، وطعمها بيبقى تحفة. هتقولوا لي يا طنط نهلة انت عاملة خضرة كتير قوي. الخضرة الكتير بتخلي طعم الممبار حلو، وفي نفس الوقت دايت يا جماعة. الرز بيبقى قليل، يعني اللي نفسه ياكل من الممبار بدل ما ياخد واحدة ياخد 2، اللي مش عايز يتخن او عامل دايت. شايفين الممبار فلة، شايفين ما يبقاش متكحت ويبقى زي الجلد كده او الشغطة ومالوش طعم. هنمسك بقى طرف الممبار بصباعين الابهام دي اللي هي بتاع البصمة وهنلم بالصوابع التانية كده بسرعة زي ما احنا شايفين، وهنبططها ما نملهاش على الاخر طبعا عشان ندي فرصة للرز يستوي كويس من غير الممبار لا قدر الله ما يفرقع. وبعد ما نشوف حجم الممبراية اللي يناسبنا، بعد ما نحشي هنقطع السكينة جنبنا اهي، هنقطعها وننضفها كويس من الرز، ونكون محضرين مية بتغلي قبل نهاية الحشو. هنحضر مية ونحط فيها زي ما هتشوفوا ملح وشوية فلفل اسود ناعم. عايزة اقول لكم ان انا بعمل وحدتين صغيرين محشيين من الممبار يستووا، بعملهم تيست ليه؟ علشان اطلع واحدة واحدة اشوف باقي عليه قد ايه، او قرب يستوي او استوى ولا لسه. هنخلص الحشو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، بص اللون باين ازاي. وبعد كده خلصنا الحشو اهو، حطينا الملح والفلفل الاسود. الملح ما بيديش فرصة للممبار انه يفرقع، بيجمد الجلد شوية، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو. طبعا بيبقى حايق طعم الايه الممبار. احنا شفنا الصغننه اللي اتحط دي بنشيله من الرز وما بنربطوش ولا حاجه، لازم الميه تكون بتغلي على الاخر اهو، ما بينطرش الرز ابدا. ولو في حاجات كده بتقب على الوش بنشيلها بالمصفى، ما نديهاش فرصه تنزل في قاعده الحله علشان ما تشيطش الممبار. بنقلبه ونراعيه كل شويه، بنغطي، وبعد كده بنطلع واحده كده من الصغيرين تيست هنعرف بيها قرب يستوي ولا استوى. لا قدامه 5-7 دقايق كده. وده احنا اهو محضرين الحلويات ومقطعينها زي الفل، وطعمها جميل حتى لما تتاكل كده مسلوقه. اوعوا تسلقوا الطحال بعد ما يتقطع او تقطعوه قبل السلق، هيبهدل الدنيا. لازم يتسلق بحاله، وبعد كده نقطع وناخد منه، ولو ما احتاجناهوش كله بنشيله في الفريزر في كيس ونعمله مرة تانية ان شاء الله. بندق التوم، ما بدقش التوم بملح ابدا، لا في طشة الملوخية ولا في الخضار، خصوصا التومة المتحمرة. هي متحمرة نص تحميرة، هقول لكم ليه السبب. لأن بعد شوية الملح اللي في التوم بيدوب وبيحدق الأكل زيادة بعد ما نكون ظابطين الملح. دلوقتي حطينا بعد تحمير التوم ولونها أصفر كده، حطينا الصلصة تكون مرقة شوية، لأن لما بنحط قطع أو الحتت بتاعت الحلويات بتخلي الصلصة تلف وتتقل شوية، وبتبقى مظبوطة وجميلة. اهو جزء للتحمير، بنرش عليه شوية ملح خفيف، شوية فلفل اسود، شوية بهارات. في ناس بتحب الحلويات دي متحمرة، وفي ناس بتحبها كمونية بالصلصة زي ما هتشوفوا على السفرة بإذن الله. ممكن شوية بقدونس عن محمرة دي، يعني الحقيقة بتبقى حلوة قوي، بتتحط في رغيف كده زي رغيف السمين كده، شوية طحينة بقى أو مخلل أو بتنجان، يعني تحفة تحفة تحفة. الحاجات دي بتتاكل في المحلات بمبالغ، يعني طبعا البيت أنضف وأرخص بكتير. بنحمر الممبار، وفي ملحوظة أنا ما بحمرش الممبار على الآخر علشان الجلد ما ينشفش والرز ما ينشفش. وآدي سفرتنا، آدي الحلويات محمرة
الشوربة الجامدة، الكوارع، الممبار المحترم، ترشي مطبخ الهوانم اللي نزلنا فيديو بيه قبل كده، ودي مش كوباية عصير، دي كوباية مية اللفت، وطبعا الكمونية القمر اللي بالدمعة. كل سنة وانتم مليون طيبين.